إخواني والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغينا نتكلموا في واحد الموضوع اللي هو أصبح كيشغل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة العرب. هو موضوع التنبؤات، أو كيف ما كنقولوا بالعامية علم الغيب. كيف ما كنشوفوا هاد يعني اليوتيوبر اللي خرجوا، او المتنبئين اللي ولاو مثل ليلى عبد اللطيف، او ما بغيتش نسمي كاينين مغاربه حتى هما، ولكن بدنا نتكلموا ما بين الحقيقه والخيال. هل التنبؤات شيء يعني بالنسبه للديانات او الدين الاسلامي، هل هو يعني خرافة، أو لا يعلم، كما نقول أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، أم الدين أو الكتب السماوية قروا بهذا الموضوع ديال التنبؤات؟ إلا رجعنا لسالف العصر، يعني في الحقب اللي دازوا قدام، غادي نلقاو بأن كان هذا العلم، علم التنبؤات. حنا كنشوفوا بعض المشايخ، مشايخ الدين، او الناس اللي هما كيبغيو يركبوا على الموجه، كيبداو يتكلموا بشي حوايج ما عندهمش علم بها. ان خاص الانسان يدير واحد الدراسه شامله قبل ما يتكلم على هذا العلم ديال التنبؤات. وانا كنقول علم لان هو علم، ولكن لا يعلم في مدارس، لكن يعلمه الله لمن يشاء من عباده. التنبؤات أو الكرامات عند الصوفية تنسموهم كرامات، أن هناك ناس يعني اللي داروا واحد الجسر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ديال التقوى، كيف ما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الغيب حقا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من الغيب من الله سبحانه وتعالى يطلع، أو يمنحه، أو كهبة لأوليائه الصالحين. وماشي حتى الأولياء الصالحين فقط، وإنما ربما أنه يمن حتى على الكافر بهذا العلم. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني عنده، أو كيف ما كنقولوا عنده حكمة. الله سبحانه وتعالى حكيم. وكيف ما إلا رجعنا للقرآن أو القصص الأنبياء، وكنشوفوا القصص اللي قص علينا الله سبحانه وتعالى في الكتاب، رجعوا للسيد الخضر. السيد الخضر ونبي الله موسى، هذه قصة قرآنية، قصة تعلمنا أن هناك من عبيد الله سبحانه وتعالى المتقين من يمنحهم هذا العلم، علم كما يقول له بعض العلماء علم اللدن. يعني هنا كنعرفوا بأن السيد الخضر أو سيدنا موسى قصد سيد الخضر ليتعلم منه هذا نبي، المفروض أنه يكون عنده علم أكثر من هذا الولي. هنا كنعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى من على الولي أكثر ما أعطى لهذا النبي موسى. كما تقول القصة أنه سأل الله عن هل هناك من هو أعلم منه، أو يا رب هل وجدت في هذه الدنيا من هو أعلم مني؟ فقال له الله سبحانه وتعالى أن يتخذ هذا السبيل، فسيجد رجل صالح وغادي يلقى عنده علم كبير. قصدوا سيدنا موسى، وعرفنا القصة كيفاش خرق السفينة، وسأله موسى: لماذا خرقت السفينة؟ وما بغاش، يعني كما جات في القصة أنه قال ليه: ما تسولنيش حتى نحدث لك واحد الأمر ونعلمك ما علمني الله. فقال له: أنا ما غاديش اسمه. مشاو لواحد الغلام لقاوه في الطريق، فقتله هذا الرجل الصالح، ومشاو لواحد الجدار، فاستطعموا أهل القرية التي يحيط بها الجدار فلم يطعموهم. فهذا الرجل الصالح رأى جدارا أوشك على أن يسقط، فأقامه وعدله. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هاد الناس ما عطوكش وما طعموكش وما استضفوكش، ورغم ذلك بنيتي لهم بالمجان. ويقول لي الله، ويقول ليه السيد الخضر أن هذا فراق بيني وبينك، الآن غادي ننبئك بكذا. قال لي: فأما الغلام فكان، أما السفينة فكانت اليتامى. ها هو دخلنا في علم الغيب، كما كان أنه باش عرف بأن كانت اليتامى وغادي يجي واحد الملك وغادي ياخذها اليوم. وحتى الغلام كيف علم أنه
يكفر والديه أو سيرهقهم فقتله، فهذا علم منحه الله، مع أنه الغلام كان صغيرا وما سيحدث كان في علم الغيب. هنا كنعرف بأن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. وحتى الكافر، ليس الرجل الصالح وإنما حتى الكافر يمن الله عليه حتى تكون عليه حجة أن هذه النعمة ديال التنبؤ. حتى أن موسى فرعون لما تنبأوا له السحرة أن في هذه السنة سيولد غلاما أو طفلا سينتهي ملكك يا فرعون على يده. وحقيقة القرآن قرر هذه القصة. وهنا كنعرفوا بأن أتباع فرعون كلهم كفر، فتنبأوا بأن هذا العام سيزداد غلام وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تنبأوا له اليهود أن فيها السنة التي سيأتي وسيزداد فيها وكذا. هذه علوم لا علاقة لها بالغيب. فأما الغيب المطلق، الغيب هناك غيب الله يعطيه لعباده حتى بعد العباد ليس كلهم، وغيب عند الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله يعلم يعني الوقت أو الوقت ديال الساعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أخفى الله بعد الغيبيات على البشر رحمة بهم، أخفاهم عنا حتى لو علم هذا الرجل متى سيموت لظل يعني يعيش حياة بائسة خوفا منها. حتى الإنسان يكون يضحك وساعته قريبة، ربما يموت بعد ساعة وهو يضحك وفرحان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه ليلى عبد اللطيف ربما حتى أن الجن كانوا يسترقوا السمع قبل نزول الإسلام. الرسالة على سيدنا محمد عندما نزلت يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن فقد كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني كانوا يسترقون السمع. وبعضهم كما يعلم الناس، يعلم بعض الناس أن أي إنسان عنده قرين شيطان وعنده ملائكة مكلفين به. القرين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به بأن أي إنسان له قرين، وهذا القرين فهو شيطان، ولكن إما أن يأخذك إلى الكفر تتبعه نفسك فيأخذ بك إلى الكفر، إما أن تأخذ به أنت إلى الإيمان. وهذا القرين أطلعه الله على كثير من الأشياء لم يطلعك أنت عليها. فهناك بعض الناس القرين دياله هو اللي كيجيب له المعلومة. كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه فقالوا له حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا لقرين إنما الله أعانني عليه فأسلم. يعني الغيب غيب على الإنسان، يعني إحنا كبشر هناك غيب محجوب علينا. أما الجن فهناك غيب آخر ويعلمون غيب لا نعلمه نحن، والملائكة يعلمون غيب لا يعلمه الجن ولا الإنس. يعني أما الغيب المطلق فهو عند الله سبحانه وتعالى. فهنا نعلم أن القرين يأخذ المعلومة كيف ما قلنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن تبين أن هناك يعني ليلة في السنة تنزل فيها الأقدار، وهي ليلة القدر. يقدر فيها الأقوات والأرزاق والأموات والناس اللي غادي يتولدوا والناس اللي غادي يزدادوا والناس اللي غادي كلهم. تتنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر. يعني ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة من كل أمر، كل الأمور الدنيوية، الأمور اللي تخص البشر تتنزل في تلك الليلة. فهناك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من يعلم، مثل الملائكة يعلمون ما سيقع في السنة كلها، والجن كذلك
من الجن من يسترق السمع ويستمع إلى الملائكة. هناك يعني في السماوات تتنزل المعلومات، فهناك من الجن من يسترق السمع فيرجمه الله بالشهب، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هناك، ولكن رغم ذلك يسترقون السمع. من هنا جاءت التنبؤات، جاءوا من هذا الباب الذي أكرم الله به العباد بعد العباد، مثل الأولياء والصالحين. هناك من الأولياء من كان يعلم ما سيقع، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، على رأسهم سلطانهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبأ بما سيقع وها هو يقع، وتنبأ بما هو جار إلى يوم القيامة. يعني ما حبيت إلا نوضح هذه النقطة اللي هي تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. وناس كثيرة يعني تخوض في هذا الموضوع بدون علم، فهذا حق، فهذا علم مشروع يؤتيه الله لمن يشاء، لا يعلم في مدارس ولا يعلم من عند علماء، وإنما يؤتى كهبة للمؤمن وللصالحين وحتى للكافر، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وليس إلا أن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأتمنى من الله أن أكون قد أصبت في هذا الموضوع، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.